بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. النهاردة طبعا أنا فرحان جدا الحمد لله رب العالمين، وسعيد طبعا إن في حد استفاد من المعلومات أو استفاد من القناة أو سمع النصيحة وربنا أكرمه بعدها ونجح في المشروع بتاعه وأكل عيش. طبعا الحاجة دي بتسعدني جدا جدا والله، ربنا اللي يعلم. الواحد بيتمنى الخير طبعا لكل الناس. دي قصة شاب من قرية اسمها طرفة، دي تبع المركز صمالوط. اكيد اللي معانا من صمالوط ولا المنيا هيعرف قرية طرفة دي. المهم الشاب ده طبعا كان من حوالي 4 شهور تقريبا كان شغال في التسمين وعجول التسمين، وكان عنده حوالي اكتر من تقريبا 12 عجل بقري تسمين. وبس هو كان بيكلف نفسه اكتر من اللازم، يعني كان شغال بالبطاطا وشغال بالبلح وشغال بالصويا وشغال بالردة وشغال بالشام الاصفر. يعني انا رحت لقيت عنده مكونات كتير اكتر من اللازم، يعني هو كان بيكلف نفسه زيادة عن اللزوم. فالدورة لمت نفسها بالعافية، يعني هي لمت نفسها الحمد لله، ما خسرش بس لمت نفسها. لانه كلف نفسه حتى الاضافات والحاجات، كان اي حد يقول له على حاجة يروح يجيبها ويحطها. طبعا العجول لفت منه ما حاولتش، وصلت لوزن معين وقفت. فالمهم قلت له طلع خلاص، ما تتعبش نفسك تاني، لان العجول دي مش هتحول تاني اكتر من كده. العجول وصلت 400 عنده، لفت. العجل بياكل 10 كيلو ما بيزيدش حتى نص كيلو، فكده هتبقى العلفة عنده بخسارة. فانا نصحته بصراحة، قلت له اطلع بالعجول دي كلها وابدا دخل عجلات بقرة وسيبك من التسمين الفترة دي. نهدى شوية على التسمين الفترة ديت ونبدا نجيب عجلات بقرة عشان تحاول تلم نفسك شوية. فعلا سمع كلامي وربنا كرمه وباع العجول واشترى 20 عجلة بكرية. الكلام ده من 3 شهور بالظبط، يعني الحمد لله سبحان الله. انا طبعا نسيته خالص، كان هي مرة عنده ومشيت ونسيته، ورن عليا اول امبارح قال يا دكتور عندي كام عجلة عايز اجسهم. انت جبت؟ انا جبت 20 عجلة زي ما انت قلت لي، ونزلت السوق وجبتهم، وكانوا حوالي تقريبا الواحدة ب30,000. قال انا جبتها غالية شوية، السوق كان رافع ساعتها، بس يعني 30 دلوقتي كويس مش وحشة، يعني حتى لو كان جابها غالية على ايامها، لكن حاليا دلوقتي ما شاء الله والله صدق، يعني بدون مبالغة. انا جسيتهم هم 3 اللي طلعوا فاضيين، 17 واحدة من فضل الله طلعوا شهر، 3 بس اللي طلعوا فاضيين. فسبحان الله، يعني اقل واحده بالاشهر دول ب45,000، اقل واحده من فضل الله. ربنا يعوضه خير يا رب، وربنا يخلف عليه ويعوض تعبه في الدوره اللي عدت. فطبعا الواحد سعيد جدا والله وفرحان. الحمد لله، يعني ربنا يا رب يجعلنا سبب خير. واهم حاجه ان الواحد ياخد منكم دعوه كده بظهر الغيب، دي معناها كبيره قوي وحاجه كبيره بالنسبه لي قوي، ان حد لا اعرف ولا يعرفني ويدعي لي كده من غير ما يعرفني. دي بصراحه بالنسبه لي بالدنيا كلها، بكنوز الدنيا كلها. يعني اشكركم يعني، واتمنى ان اي حد استفاد مننا معلومه يدعي لنا لوجه الله دعوه حلوه كده ان شاء الله. وربنا يبارك لنا كلنا ان شاء الله ويجمعنا على محبته دايما. وان شاء الله اي حد عنده مشروع ونجح يدينا معلومات، يبعت لي على الواتس، نحاول نفيد الناس بكل حاجة انت عملتها، سواء كان في حاجة جديدة، في مثلا عملية توفير في الاكل، عملية توفير في الرعاية. نحاول نفيد بعض. يعني لو اي حد عمل مشروع ونجح وعايز يعمل لي فيديو كده، اعمل لي فيديو صغير كده وابعتولي، وانا ان شاء الله اعرضه له على القناة بحيث الكل يستفاد. ولو في اي ملحوظة برضو الواتس معايا، يتواصل معايا وان شاء الله هرد عليه. يعني دي تجربة لشاب يعني تقريبا حاجة 35 سنة تقريبا، يعني هو وابن خالته مشاركين بعض على الحاجات ديت، وربنا كرمهم. معاها دورة تاخد ودورة تدي، والامور ماشية على الاقل خالص، رزق حلال ما فيش اي حرمانية. ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لهم، ومكافحين وبينظفوا، شباب زي الورد، شباب زي الورد.
ربنا يصلح حالهم يا رب ان شاء الله. ولا عندهم مزرعه ان شاء الله، هو وعدني انه واخد ارض على الصحراوي وهينقل البهائم كلها هناك. يا رب ان شاء الله نشوف عنده مزرعه كبيره كده ويبدا ينتج منها، ونشوفهم ان شاء الله من اكبر التجار يا رب ان شاء الله. يا رب دي قصه حبيت ان انا اسمعها لكم، واتمنى اي حد عنده رحله كفاح يعرفنا، وان شاء الله نفيد الناس كلها يا رب. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.